واخيرا البراند المشطشط نصرني ام جي عملت خصومات على عربياتها بتوصل ل 120,000 جنيه. طول يا ابو التفاصيل. الغلط مش عيب، بس العيب هو المكابره في الغلط، وام جي كانت محتاجه اسعارها تنزل من زمان بس خضعوا اخيرا ونزلوها. الام جي 1 كان سعرها 1,420,000 ودلوقتي بقى 1,300,000 وكده نقدر نقول ان هي رجعت المنافسه. انا مش بقول لك اجري اشتريها دي لقطه وبتاع، بس هي قبل كده كانت بجد خرجت بره المنافسه خالص، دلوقتي لا نرجع نحطها في الاختيارات. والخصم الاهم من وجهه نظري كان على الام جي ار اكس 5 بلس اللي نزلت من 1,490,000 ل 1,380,000، خصم 110,000. هقول لك ليه الخصم ده مهم بالنسبه لي، عشان الام جي ار اكس 5 بلس عربيه كروس اوفر كبيره، فان عربيه كروس اوفر بالحجم ده وتنزل للسعر ده وبراند كبير فده شيء يحترم. يعني هي دلوقتي بقت ارخص من عربيات زي الهافالي الاتش 6 والجي اس جي اس 4 ماكس وعربيات تانية كتير. ده غير ان ام جي اعلنت عن الشكل الجديد من الاتش اس، الام جي اتش اس بلس، ودي سعرها 1,450,000 وده شكل جديد تماما. والمفاجاه انهم عاملين فئه هايبريد وسعرها 1,560,000، وبالمناسبه دي تعتبر ارخص عربيه هايبريد حاليا في مصر. لسه من قريب كانوا عاملين خصم على ام جي 7 ومنزلين فئه جديده اللي اتكلمت عنها بالتفاصيل في فيديو ممكن تشوفوه. وبالمره يعني سعر الام جي 7 حاليا 1,590,000 و1,690,000. فمن غير ما اطول عليك قول طول يا ابو الصفاصيف، انا بجد فرحان باللي بيحصل، فرحان بالخصومات اللي عمالين نشوفها، وان شاء الله الخصومات تزيد والعربيات ترخص اكتر.